السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند صور معانا. يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه، وانتوا بتشتركوا في القناه فعلوا الجرس علشان توصل لكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه. عندي وصفاتنا النهارده من عند المذبح، مش من عند الجزار، لان مفيش جزار بيطلع الحاجات دي غير للحبايب اللي قوي يعني. النهارده هنعمل النخاع والطحال. النخاع الجملي ده بيتباع في المذبح، ونكرم الراجل كده ان شاء الله هيكرمنا وهيدينا كميه حلوين، لان برضه النخاع ده يعني من النادر ان حد بيعرف يتحصل عليه كده، مش بسهوله يعني، لان هو بيبقى قليل قوي. بنجيبه والمفروض ان هو بيبقى متنضف. انا كان جاي لي متنضف، شطفته بس تحت الميه، وبعد كده قطعته كده وحطيت فيه شويه دقيق، وبعد ما شطفته تاني قطعته بالحجم اللي انتم شايفينه ده، قد عقلتين صباع. بعد كده جبت الحله بتاعتي وحطيت فيها بصل، توم باودر، بصل باودر، كبيبة صيني، رشة جنزبيل، وحطيت كمان فلفل اسود، وكمان دلوقتي هحط ورق لورا، ويعني وحبهان. يعني حطوا الحاجات اللي تخلي ريحة. طبعا احنا عارفين ومتفقين ان ريحة الحاجات بتاعة الذبيح اللي هي مش اللحمة، الحلويات اللي احنا بنقول عليها كده اهو، بيبقى ليها ريحة تانية غير اللحمة. فلو عندنا اطفال او لو عندنا حد اول مرة هياكل الحاجات دي، عشان يحب الحاجات دي لازم يشم ريحة السلق تكون كويسة. هنجيب الحاجات دي كلها نديها غلوة على النار كده، تفحفح بقى كده في البيت، وبعد كده ننزل بالنخاع بتاعنا. اول ما هيغلي هنهدي النار ونغطي ونسيبه يتسلق معانا من ربع ساعة كده لتلت ساعة بالكتير. بعد ما هيطلع هنرش عليه ملح وفلفل كده حلوين، ونبتدي نشغل نحط بقى الكفر بتاعه. ده عبارة عن خليط. طبعا انا عاملة كمية صغيرة لان احنا فردين وطفل فمش هناكل اكتر من كده. عاملة عبارة عن بقى، عبارة عن شوية دقيق حطاهم في شوية مية زي ما انتم شايفين متخففين كده، وحط عليهم من نفس البهارات اللي انا حطيتها على النخاع، علشان يبقى التطعيمة كلها ماشية مع بعضها. بصوا انا مش عايزاه تقيل قوي ومش عايزاه خفيف قوي، هو كده القوام بتاعه حلو. ده كيس بقى بلاستيك، لان اكيد مش هقعد احط في واحدة واحدة واغلفها بالدقيق. هو بيتعمل بالبقسماط ودقيق ونشا او دقيق ونشا. انا النهارده عاملاه بدقيق ونشا، حاطه دقيق ونشا، وحاطه عليهم كمان سنه من الكركم عشان تديه لون اصفر حلو كده، وحاطه بقى شويه ملح وفلفل، حاجات بسيطه خلاص. انا مش محتاجه اعمل تتبيل يعني توابل تاني، كفايه قوي التوابل اللي انا حطيتها في السلق ورشيته وكمان في الخليط السائل، فكده حلو معايا قوي. هبتدي بالشوكه كده اغلفهم كلهم كده مره واحده، وابتدي اشيله من الطبق احطه في الكيس بتاعه. اعملوا كميات قليله كده عشان ما نرميش، لان الحاجات دي بالذات لو لمست الدقيق او لمست الحاجه اللي بيتبقى لازم يترمي، طالما ما عندناش منه تاني او مش هنعمل تاني دلوقتي. الحاجات دي ما بتتعملش كل يوم، فحطوا حبة حبة كده على أساس يخلص نحط تاني مفيش مشكلة، لكن ما يترميش حرام. بعد كده بنجيب الكيس بتاعنا ونبتدي نوج زي ما انتم شايفين كده، هتلاقوه كله اتغلف مرة واحدة. وطبعا الحركة دي أسهل بكتير من ان انتوا تعملوا واحدة واحدة. بصوا هطلع لكم دلوقتي، بصوا شايفين كلها متغلفة. دي طاسة مقاس 12، حاطة فيها حوالي بتاع يعني أزيد من ربع كوباية زيت، عشان برضه الزيت اللي هيتبقى خلاص مش هينفع استخدمه في حاجة تاني. بعد كده الزيت يكون معايا بقى ساخن، وابتدي احط فيه الكميه بتاعت النخاع. هيطلع بالشكل ده. هنسيبه بقى ونبتدي نشوف الوصفه بتاعتنا التانية. طبعا انا الطبيعي يعني عشان تبقوا عارفين، اكيد ما قالتش ده وبعد كده رحت سلقت الطحال، لا ده هو انا كنت شغاله، بس انا بحب اخلص وصفه على بعضها. يعني انا بعد ما سلقت النخاع اشتغلت على طول في الطحال. نيجي بقى للطحال بتاعنا. الطحال ده سعره بيبتدي من 140 جنيه تقريبا لغايه 160 جنيه. الناس قالوا اوعى يتقطع، اوعى مش عارف عشان الدم والكلام ده كله، لانه عباره عن تجمع دموي، فقالوا هينزل زفاره والكلام. هو جالي مقطوع بصراحه، يعني هو جاي لي زي ما انتم شايفين اهو مقطوع، وقلت هجرب. جبت ميه نضيفه الاول زي برضو ما قالوا، زي ما انا قعدت اتفرجت على فيديوهات كتير بصراحه. جبت ميه الاول نضيفه من غير اي حاجه خالص، شطفت الطحال بتاعي كويس جدا تحت الميه، وبعد كده سقطت فيه الطحال بتاعنا. بعد كده اول ما خد الغلوه بتاعته رحت رافعاه على طول، وحسيت ان هي خطوه يعني ملهاش لازمه، طالما انا جايبه الحاجه بتاعتي ريحتها اصلا نضيفه تمام جدا وزي الفل. بعد كده طبعا شايفين اهو، طبعا اول ما لمس الميه ابتدى الدم ينزل، فطبعا الدم نزل خلاص مفيش اي ريحه زفاره والله شمتها. فدي خطوه براحتكم، عايزين تعملوها مش عايزين تعملوها، انا بقول لكم من حكم تجربتي. بعد كده دخلتها بقى في حله تانية، نقلتها في حله تانية فيها بقى يا جماعه عباره عن بصل ولورا وفلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، جنزبيل، حبهان،
كل ده سلقته فيها. اول ما غليت الميه بتاعتنا رحت مهديه النار خالص وسايباها. بعد نص ساعه اختبرتها. تهديه النار اللي انا بقصدها دايما يا جماعه هي كاني بسوي رز. انا بسوي كل اللحوم بتاعتي كده كاني بسوي رز بالظبط. بعد نص ساعه دخلت الشوكه زي ما شفتوا وخرجتها وطلعت زي الفل. بعد كده برد قطعته وحمرته في شويه سمنه حلوين محترمين كده. وخلوا ايديكم كده ايه يعني كريمه فيهم. وملح وفلفل. وطلعته بقى. ادي الطحال وادي النخاع وشويه بتنجان بقى او طماطم مخلله وطحينه والعيش بتاعنا. والف هنا وشفا وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب.